السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الإعجاب. تهيئة شاملة بلمسة مغربية تنتظر ملعب فاس لاستضافة المونديال. برمج المغرب في ملف ترشحه لتنظيم كأس العالم 2026. توسعة ملعب فاس ببناء مدرجات جديدة ب19 مقعد بعد إزالة المضمار لرفع سعته الإجمالية إلى 46 مقعد. وتشترط الفيفا في الملاعب التي ستجرى عليها مباريات كأس العالم أن لا تقل سعتها عن 40 مقعد، وهو ما سيدفع لبناء مدرجات جديدة بملعب فاس بسعة تناهز 5000 مقعد على أقل تقدير. فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان قد صرح أن ملعب فاس سيخضع لعملية تأهيل تسبق كأس إفريقيا 2025، على أن تستمر الأشغال به إلى ما بعد سنة 2025، وذلك من أجل تهيئته لاستقبال مباريات كأس العالم 2030. وأنيطت قبل أسابيع مهمة تحديث الملعب للمهندس فكري بن عبد الله، في انتظار الكشف عن تفاصيل المشروع المرشح ليكون أفضل ملاعب المونديال بلمسة مغربية خالصة بالنظر لعراقة والثقل التاريخي للعاصمة العلمية.